السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أفضل الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم مسمن بواحد الإضافة وبواحد الخلطة اللي كتخليه يجي بنين ومورق ورقة على اختها، مع طريقة سهلة وسريعة في الطريق. غادي تهنيك من قوة الوقفة وغادي تخليك توجدي المسمن ديالك بلا عذاب بلا تمارة. فخليكم معايا خطوة بخطوة باش تعرفوا على جميع أسرار المسمن. وما تنسونيش كالعادة باللايكات وبالبارتاج مع العائلة والأصدقاء، واللي أول مرة يزور القناة ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. وبلا ما نزيد نطول عليكم أكثر وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. في واحد القصرية كنوضع زلافة ديال دقيق الفينو أولا السميد الناعم مع جوج زلافات من نفس الحجم ديال الفورص اولا الدقيق الابيض. صافي كنخلط هاد الدقيق مع بعضو وكندير هكا واحد الحفره في الوسط. كنوضع فيها ملعقه صغيره من السكر سنيده اللي ممكن تعوضوها بملعقه صغيره ديال العسل، وكنضيف ملعقه صغيره غير مملوءه ديال الملح. هنا كنضيف جوج معالق كبار من الحليب بودره، وهذا هو المكون اللي كيعطي مذاق زوين لهذا المسمن هذا وكيخليه يجي رطب وخفيف. كنضيف رشه من خميره الخبز، ما تكثروش بزاف لان الا كثرتو غادي يخمر لكم المسمن وما غاديش يجيكم زوين. فكما قلت غير شيشه خفيفه وصافي. وصافي هنا كنبدا نجمع الدقيق بالماء بارد اولا بالماء دافي كيف كيف. كنبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كتجمع ليا العجينه وكتولي بهذا الشكل هذا. فحاولوا ما ترخفوهاش بزاف لان العجينه ديال المسمن كتبغي تبقى شويه قاصحه عكس العجينه ديال الملوي. وصافي هنا كندلك هاد العجينه هذه شي شويه باش ينسجم هذاك الدقيق مع باقي المكونات. وهذا هو القوام المناسب ديال هاد العجينه ديال المسمن، ما هي قاصحه بزاف وما هي خفيفه. صافي كنوضعها هكا في واحد البلاستيكه غذائيه، ممكن نتوما توضعوها في شي علبه وتسدوا عليها وتخليوها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه. وهنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كنخرجها من البلاستيكه وكنعاود نجمعها. فشوفوا ما شاء الله كيفاش ولات مطاطيه وخفيفه كانك ساعه وانت كدلكي فيها. وصافي هنا كناخذ واحد الصينيه اولا واحد البلاطو كندهنو بشويه ديال الزيت وكنبدا نشكل العجينه ديالي الكويرات متوسطين في الحجم. نتوما ممكن ديروا اي حجم بغيتو على حسب واش كتفضلوا مسمن كبير اولا صغير اولا متوسط. وهنا من بعد ما شكلت العجينه كلها الكويرات كنغطيهم بالبلاستيك بهذا الشكل هذا. فضروري ما تغطيوهم باش ما يضربهمش البرد وتكون فوق منهم ديك القشره. وصافي كنخليهم يرتاحوا شي شويه وكندوز مباشره باش نحضر الخلطه اللي غادي نورق بها واللي كتخلي هذا المسمن يجي بنين ومورق. فهنا عندي 3 المعالق كبار ديال الزبده حيوانيه مذوبه، ممكن ديروا حتى اكثر على حسب المتوفر عندكم. كنضيف عليها كاس الا ربع من الزيت النباتيه وكنضيف عليهم 2 معالق كبار عامرين ديال الفينو اولا السميد الناعم. وكنضيف ايضا 2 معالق كبار ديال النشا، اللي ما توفرش ليها ممكن تعوضوا بالفورص، ولكن كيبقى النشا احسن لانه كيعاون باش المسمن يجي مورق وهشيش. وهنا حاولوا البنات ديروا الزبده الحيوانيه لانها كتعطي واحد النكهه زوينه في هذا المسمن هذا. وصافي هنا كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي بهذا الشكل هذا. وهنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كناخذ اول كره شكلتها كنقرصها غير شي شويه بهذه الطريقه هذه. كنوضع فوق منها قياس ملعقه صغيره من الخلطه اللي حضرتها. وكنوضعها جانبا وكناخذ الثانيه حتى هي كنقرصها غير شي شويه على القياس ديال الاولى. وصافي كناخذها وكنوضعها فوق منها بهذا الشكل هذا، يعني كندير وحده فوق وحده وبيناتهم ملعقه من الخلطه ديال التوريق. وصافي كنمشي بنفس الطريقه كندير وحده فوق وحده
فكنظن ان الفيديو موضح لكم كل شيء. وهنا من بعد ما كملت كنعاود نغطي على العجينه وكنخليها ترتاح غير 5 ديال الدقائق. وصافي هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه شي شويه كناخذ اول كويرات بديت بهم لانهم كيكونوا ترخاو، وصافي كنبدا نطلق فيهم شويه ديال الزيت النباتيه بهذا الشكل هذا. فكما كتلاحظوا فالعجينه ما شاء الله عاطيه الضوء وكتطلق راسها براسها، فحاولوا ترقوها مزيان حتى تقريبا يولي يبان لكم سطح العمل هكا كيجي المسمن مورق وما كيجيش مدقص اولا غليظ من الداخل. صافي هنا كندهن بشويه من ديك الخلطه اللي حضرتها وكنطوي بالطريقه العاديه والمعروفه ديال المسمن، وفي كل مره كنطوي فيها كندهن بشويه من ديك الخلطه حتى كنتحصل على واحد المسمنه اللي بهذا الشكل هذا. وصافي هنا كنستمر بنفس الطريقه، كنورق العجينه رقيقه وكندهن بالخلطه بهذا الشكل هذا. وصافي كنطوي بشكل عادي، فكما كتلاحظوا شكلت مسمنه وسط مسمنه بلا ما نحتاج انني نورق كل وحده بوحدها. فهاد الطريقه كتختصر عليكم الوقت وكتهنيكم من كثره الوقفه، والنتيجه روعه بكل معنى الكلمه. وهانتوما غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. وصافي هنا مباشره من بعد ما ورقت اولا شكلت المسمنات ديالي كتكون في هاد الاثناء المقله كتسخن، فكناخذ اول مسمنه شكلتها كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت النباتيه وكنطلقها غير شي شويه، ما هي رقيقه بزاف وما هي غليظه. وهنا كرشت المقله ديالي وهي سخونه على نار متوسطه بشويه ديال الزيت النباتيه. وصافي كنرمي المسمنه ديالي بهذا الشكل هذا. البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يرميو المسمن فغادي يستعملوا ورق الطبخ يطلقوا عليه المسمنه وغادي يهزوها بالورق ديالها ويرميوها في المقله بكل سهوله. وصافي هنا مباشره من بعد ما كتشد المسمنه في راسها كنقلبها للجهه الاخرى، يعني ما كنخليهاش في البدايه حتى كتحمر عاد نقلبها. فبمجرد ما كتشمع اولا كتشد في راسها كنقلبها. وصافي كنبقى ندورها من جهه لجهه باش تحمر من الجناب ديالها كاملين. فغادي تلاحظوا انها كتبدا تنفخ شي شويه، وهذا دليل على ان المسمن غادي يجي ناجح ومورق 100%. وصافي هنا من بعد ما كطيب المسمنه وكتحمر كلها كنهزها وكنوضعها فوق واحد المنديل اولا في شي شبيكه، وكنكمل بنفس الطريقه. كنرش المقله ديالي بالزيت وكنرمي المسمنه بهذا الشكل هذا، وغير كتشمع كنقلبها. وصافي كنبقى نقلب ونشقلب فيها وندورها من جهه لجهه. هنا كنوريكم كيفاش جات منفوخه والورقه مفرزه على اختها. وهنا راني درت 2 مقالي باش دغيا نكمل، ووريتكم المسمن عن قرب كيفاش كيجي. فما شاء الله الفيديو كيوضح لكم كل شيء بلا ما نحتاج انني نزيد نشرح او نزيد نتكلم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هذا المسمن هذا من بعد ما وجد. فكما كتشوفوا كيجي ما شاء الله كله محمر كل حبه كي الثانيه كيف وكيجي خفيف ومقرمش من برا ومورق من الداخل ورقه على اختها، وكيجي بنين ومختلف بهذيك الاضافه ديال الحليب بودره وحتى الخلطه اللي حضرتها معكم. فكما لاحظتوا المسمن جا مورق بلا ما نحتاجوا اننا نطلقوا كل مسمنه بوحدها ونعاودوا نديروها وسط الثانيه. فهاد الطريقه اللي عطيتكم سهله وكتختصر عليكم الوقت وكتهنيكم من كثره الوقوف.
فكنتمنى انكم تجربوه بنفس الخطوات اللي شاركت معكم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وكالعاده الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج مع العائله والاصدقاء. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.